براندات عربيات قررت ان هي تعمل كذبه ابريل وتهزر مع الناس شويه. في سنه من السنين اعلنت شركه في دبليو في امريكا ان هي تغير اسمها من فولكس فاجن لفولكس فاتن، على اساس يعني انهم هيغيروا عربياتهم لعربيات كهرباء. لكن مع الاسف الهزار قلب بجد، لان الاسهم بتاعتهم في البورصه قلت جدا واترفع عليهم قضايا كتير. في 2019 شركه جيب اعلنت ان هي هتعمل اول عربيه سيدان، جيب سيدان، بس دي بصراحه كانت مفقوسه جدا لان العربيه كان شكلها معمول بفوتوشوب ب 2 جنيه. بورش مره اعلنت ان هي هتعمل راب جديد على لون الصدى، مش عارف ايه بصراحه الكدبه في كده، حاجه ملهاش اي لازمه، كانوا يعملوا كدبه محترمه على الاقل. ماكلارين مره حبت تستخف دمها قوي بقى وقالت ان هي هتعمل عربيه من الريش، مش عارف مين الطفل اللي هيصدق الكلام ده بصراحه، هزارهم سخيف قوي يا جماعه. بي ام دبليو ليها قصص كتير بقى مع كدبه ابريل. في مره اعلنوا ان الام 3 الجديده هتبقى عربيه بيك اب والناس كلها اتصدمت ومش عارف ايه، بس طبعا قالوا ان دي كدبه ابريل. ومره تانية اعلنوا انهم عملوا اوبشن جديد في العربيه ان يبقى فيها ماجنت، بحيث ان هي ممكن تلزق في العربيه اللي قدامك وتمشي الاثنين ورا بعض عشان توفر بنزين. بصراحه دي كرييتيف شويه. اخر قصه يا جماعه دي قصه بجد حلوه قوي. في يوم 1 ابريل بي ام دبليو نزلت خبر ان اي واحد عنده عربيه بي ام هيجي يبدلها وياخد بدلها عربيه جديده من غير ما يدفع اي حاجه. قالوا ان الاولويه للي هيروح الاول، يعني اول واحد هيروح هو اللي هياخد العرض ده. طبعا الناس كلها ما صدقتش وافتكرت ان هي كدبه ابريل، بس اول واحد راح فعلا بدلوا له عربيه بعربيه جديده. وده يعلمك ان اياك ان تامن لكدبه ابريل.